بص بقى يا معلم، انا عايز العب معاك لعبه صغيره، بس خلي بالك قوانين اللعبه دي انك تكون صريح وواقعي مع نفسك. اتفقنا؟ يلا بينا. هات ورقه وقلم وقسمهم لاربع مربعات، وفوق كل مربع هنكتب اللي هقولك عليه. اول مربع فوق على اليمين هتكتب عليه نقاط القوه، والمربع اللي جنبه هتكتب عليه نقاط الضعف. نرجع للي تحت نقاط القوه ونكتب عليها الفرص، واخر مربع هنكتب عليه التهديدات. بعد ما قسمنا الورقه تعالى بقى اقول لك هنعمل ايه. في مربع نقاط القوه هتسال نفسك مجموعه اسئله، ومهم جدا زي ما قلت لك تكون صريح. اول سؤال هنكتبه: ايه هي مؤهلاتك او شهاداتك اللي تخليك مميز عن غيرك؟ وهنا انا ما اقصدش كليتك، انا اقصد ايه اللي انت خدته زياده جنب كليتك ويخليك انت اللي مميز ويخلي الشركات تقبلك ما تقبلش غيرك. تاني سؤال: الخبره اللي عندك دلوقتي بتضيف للمكان اللي انت فيه او اللي عايز تروحه؟ تالت سؤال: ايه المهارات اللي عندك ومميز بيها عن الناس اللي زيك؟ السؤال اللي بعده: ايه اللي الناس عارفين انك مميز فيه؟ يعني باختصار كده رأي الناس فيه. وبكده نكون خلصنا أسئلة المربع الأول. نروح لتاني مربع وهو نقاط الضعف. ابدأ جاوب على الأسئلة دي. هل شايف المهارات والمؤهلات اللي عندك هتنجحك في المستقبل ولا محتاج تتطور؟ ولو محتاج تتطور هيكون في إيه؟ السؤال اللي بعده: إيه العادات اللي فعلا مش كويسة فيك وإنت عارفها؟ تالت سؤال: إيه اللي ناقصك حاليا من مهارات أو صفات وشايف إن أنت محتاج تشتغل عليهم عشان تحسن من نفسك؟ وأخيرا: إيه اللي الناس شايفينه فيك من نقط ضعف حتى لو أنت مش شايف كده؟ خلي بالك النقطة دي مهمة جدا. نروح لتالت مربع وهو مربع الفرص. أول سؤال: إيه الجديد اللي ظهر في مجالك يساعدك إنك تتطور وتكون أحسن؟ تاني سؤال: هل في بوزيشن جديد ظهر في شركتك أو حتى في الشركات المنافسة ممكن يكون مناسب لمؤهلاتك وممكن يكون فرصة كويسة ليك؟ تالت سؤال: لو اتعلمت مهارة جديدة أو رحت مجال جديد، إيه نسبة إنك تلاقي فرصة أكبر وتأهلك بسرعة لمستقبل أفضل لطموحك؟ نخش بقى على المربع الأخير وهو التهديدات. ومش محتاج افكرك، الصراحة والواقعية. اول سؤال: في حد من زمايلك بيعمل شغلك احسن منك؟ تاني سؤال: في خلاف بينك وبين حد من زمايلك علشان انتوا عايزين نفس الترقية وكل واحد شايف ان هو الاحق؟ تالت سؤال: هل التطور التكنولوجي بيهدد شغلك الحالي ودايما بتسمع ان في وظائف في المستقبل هتختفي؟ اخر سؤال: ايه الحاجات اللي منعاك انك تحقق اهدافك سواء شخصية او مهنية؟ ضحكت عليك انا وما طلعتش لعبه صغيره زي ما قلت لك، وطلعت انها حاجه مهمه كان لازم تعملها من زمان وانت مأجلها. اللي عملناه من شويه ده تحليل اسمه سبوت او SWOT. وقبل ما تستغرب خليني اقول لك ده اختصار ايه وايه الهدف منه. سووت دي اختصار لاربع كلمات وهم strength, weaknesses, opportunities وthreats. والتحليل ده بتعمله الشركات عشان تقيم نفسها صح وسط منافسينها في السوق، وتعرف ازاي تحط خطه لنفسها عشان تحسن من وضعها في سوق العمل. لكن احنا كموظفين نقدر كمان نستفيد من التحليل ده، لان من خلاله هتقدر تقيم اهدافك الشخصيه والمهنيه، ودي اللي هتخليك تبقى عارف انت بتتحرك ازاي ناحيه مستقبلك ومش تايه التوهه اللي كلنا وقعنا فيها اول ما بدانا رحلتنا في سوق العمل. تخيل معايا كده انت تبقى عارف ايه نقاط قوتك وايه نقاط ضعفك والفرص اللي حواليك وايه التهديدات اللي بتقابلك. بذمتك انت مش تبقى عارف انت ماشي ازاي احسن من التوهه اللي كتير مننا بيمروا بيها؟ انت لو اتفرجت على الفيديو ده مره تانية هتكتشف انك لو جاوبت الاسئله دي انت تقريبا جاوبت اغلب اسئله الانترفيو اللي تبقى داخله وخايف منه. لو عايز رايي، الفيديو ده انت محتاج تعمل له سيف وتتفرج عليه مره واتنين عشان هيحل لك ازمات كتير، وكل المطلوب منك ورقه وقلم وشويه تركيز وشويه صراحه وبس يا سيدي. هسيب لك في التعليقات تمبلت التحليل، ما تنساش تقول لي وصلت فيه لايه، وما تنساش تعمل منشن لاصحابك عشان هيفرق معاهم، وطبعا ما تنسوش الفولو واللايك والحركاتيات.